كل شنطة بنشوفها تبقى مجرد شنطة. في شنطة بتشيل حاجتنا وبس، وفي شنط بتحكي عن ذوقنا، شخصياتنا واختياراتنا. النهاردة هنتكلم عن براند مصري مميز قدر يحول الجلد الطبيعي لقطعة فنية تنبض بالأناقة والإبداع. براند ليزر كرافتس. لمين؟ لأستاذة زينب سعد. في عالم مليان منتجات متشابهة بيكون من الصعب تلاقي حاجة مختلفة فعلا، حاجة أول ما تشوفيها تعرفي إن فيها روح، إن وراها شخص اشتغل بإيده وفكر في كل تفصيلة واختار كل خامة بعناية. وده بالظبط اللي هتلاقيه هنا. من أول لمسة للجلد، من أول غرزة، من أول تصميم، هتحس إن الموضوع أكبر من مجرد صناعة شنط. دي حكاية شغف، حكاية شخص قرر إنه يقدم منتج مصري بجودة عالية وشكل راقي ينافس أي منتج في أي مكان. الجلد الطبيعي ليه هيبة كده خاصة، كل ما الوقت يمر عليه بيزيد جمال، كل ما تستخدميه أكتر بيكتسب شخصية خاصة بيكي. وده من أسرار حب الناس للمنتجات الجلدية اليدوية، إنها مش بس بتعيش شهور، دي بتعيش سنين وتفضل محتفظة بجمالها وأناقتها. وفي براند ليزر كرافتس لزينب سعد، مش مجرد الجودة هي الهدف، لكن كمان التميز. كل تصميم معمول علشان يخلي صاحبته مختلفة، علشان لما تمشي بيه وسط أي مكان يلفت الأنظار بدون مبالغة. أناقة هادية وفخامة بسيطة وتفاصيل مدروسة بعناية. الجميل كمان إن الشغل اليدوي الحقيقي بيظهر في أصغر التفاصيل، في الخياطة، في التشطيب، في اختيار الألوان، في تنسيق كل جزء من أجزاء المنتج. ده شيء مستحيل تلاقيه بنفس الإحساس في المنتجات المصنعة بشكل جماعي، لأن كل قطعة هنا ليها وقتها ومجهودها الخاص. ويمكن أجمل ما يميز البراند ده إنه بيدي العميل فرصة إنه يختار ويشارك في التفاصيل، وكأن المنتج بيتعمل مخصوص علشان. فبدل ما تدوري على حاجة تشبهك، بتخلي الحاجة نفسها تتصمم علشان تشبهك. وده معنى التميز الحقيقي. النجاح مش بيجي صدفة، كل مشروع ناجح بيبدأ بفكرة، ثم حلم، ثم ساعات طويلة من العمل، ثم تطوير، ثم محاولات كتير، لحد ما يتحول الحلم لبراند له اسم وثقة وعملاء. ولما تشوفي المنتجات اللي بتقدمها الصفحة، هتعرفي ان وراها حد بيحب شغله فعلا، حد مؤمن ان الجودة هي افضل دعاية، وان العميل الراضي هو اكبر نجاح. وعلشان كده أي حد بيحب المنتجات الجلدية الأصلية، أو بيدور على شنطة عملية وأنيقة، أو عايز هدية مميزة لشخص غالي، هيلاقي هنا اختيارات تستحق المشاهدة. لأن الفرق بين المنتج العادي والمنتج المميز هو التفاصيل، والتفاصيل هنا واضحة في كل قطعة، من أول التصميم لحد آخر لمسة تشطيب. كل التحية لأي إيد مصرية مبدعة بتصنع وتنتج وتبتكر، وكل التحية لبراند ليزرز كرافتس لزينب سعد على المجهود والشغل الراقي اللي بيقدم صورة مشرفة للصناعة اليدوية المصرية. ولو انتم من عشاق الشنط الجلد الطبيعي والهاند ميد، انصحكم تشوفوا التصميمات بنفسكم. ممكن تكتشفوا ان القطعة اللي بتدوروا عليها من زمان موجودة هناك بالفعل. وفي النهاية، ادعموا المشروعات المصرية، وادعموا أصحاب الحرف، ادعموا الإبداع، لأن كل منتج يدوي جميل وراه قصة كفاح تستحق تروى، وقصة نجاح تستحق أن تدعم. مش مجرد شنطة ومش مجرد جلد، لكن قطعة فنية صنعت بحب وحملت اسما أصبح عنوانا للجودة والإبداع. ليزرز كرافتس لزينب سعد. هسيبكم بقى تتعرفوا على حبيبة قلبنا الجميلة أستاذة زينب سعد، وهي بتوصف لنا اوردر قبل ما توديه للعميل. واتمنى لكم مشاهدة ممتعة. حبايبي، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وهسيب لكم اللينك البيج بتاع الصفحة بتاعت أستاذة زينب سعد أسفل الفيديو. شكرا حبايبي، مع السلامة. ازيكم عملائنا الكرام، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير، اتأخرت عليكم كتير قوي. بس النهارده جايه لكم مفاجأة حلوة قوي، اوردر جميل جميل، وعشان تعبت فيه واشتغلته في ظروف صعبة جدا، فما ينفعش اطلعه كده من غير فيديو. قلت اطلع لكم نفسي بقى في الفيديو. بصوا بقى، اوردر جه لعميلة مميزة من الامارات. يعني قبل ما اروح اسلمه للشركة قلت الاول افرجكم عليه. الاوردر كله باللون البني. العميلة بتعشق حاجة اسمها لون بني. تمام، هفرجكم بقى احنا عاملين لها ايه. اول تحفة في الاوردر الشنطة الجامدة دي. طبعا كل شغلنا معروف ان هو بيبقى هاند ميد من الالف للياء. احنا منشتغلش ليزر ابدا، غير ان احنا اي اسم او اي حرف بس بنطبعه ليزر. اي حاجة تانية كل الشغل ده
بايدينا، كل الشغل ده بايدي، كل قطعة بايدي، اي حاجة بعملها بايدي. دي سوساتيو كيكي، ماركة عالمية معروفة. الاكسسوار بتاعنا، عاملين بقى المحفظة الواو دي بنفس شكل الشنطة. ده كله من طلب العميلة، هي شافت الشنطة على صفحتي فقالت لي انا عايزة زيها بالظبط. انا مستنية رأيكم. تمام، لسه في تاني. الشنطة الحلوة دي طبعا بصوا طريقة تغليفنا للشغل. نعمل كمان كفر مخصوص للشنطة لحفظها. ايه رأيكم؟ الشنطة دي برضو موجودة على بنترست، هي طلبت مننا نعملها لها، بس هي عايزاها بشكل مطول شوية مش مدور، فعملناها زي ما هي حبت. الشغل ده كله هاند ميد، وخيوطة هنا زي ضفاير كده بسوستة والطانة ساقطة. وطبعا عاملين لها محفظة جامدة جدا جدا، هي بصراحة تستاهل، صبرت عليا كتير 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 قوي. عندها ميدالية بنفس الحرف بتاعها بنفس الرسمة. محفظة بقى، ايه رأيكم؟ دي بصراحة من أجمل الحاجات اللي أنا اشتغلت فيها بكل طاقتي. يعني أنا الشغل ده رسماه ودقاه وملونة، بصراحة طلع جميل جدا. الخياطة دي كلها أنا مخيطاها وأنا قاعدة على البحر، وكل غرزة فيها تسبيح، فالشنطة دي طالعة جامدة جدا، بحبها قوي أصلا. لسه في شنطة كمان، طبعا عاملين لها الحاجات بشريط ساتين عليه اسم البيج وأرقامنا. دي الشنطة بتاعتي اللي أنا بعملها من أول ما بدأت شغلي في الجلد، فهي عجباها جدا فعملت لها زيها. البوك بقى بتاعها تحفة. بصوا شغلنا، دي ميدالية. ايه رأيكم؟ يا رب شغلنا يعجبكم، يا ريت تشجعوني بقى. انا قاعده اعمل دعايه لنفسي اهو، شجعوني بقى. انا عملت زي دعاء فاروق، مش عارفه اسمها دعاء فاروق ولا دعاء ايه، بس انا عملت زيها، عجبتني فكرتها. يعني ده العامله القمر اللي صبرت علينا كتير. دي محفظه عشان تحط فيها الكروت بتاعتها. المحفظه دي كنت عاملاها فيديو على اليوتيوب، مش هستخسرها طبعا في العميله، من اجمل المحافظ اللي انا عملتها. مبروك عليكي. ده اوردر لمامتها الجميله، ده شغل دق وتأبيب. دي محفظه رقيقه قوي كده، كل شغلنا هاند ميد ومتبطن بالجلد. تقفيل السوست، عملنا لها حظاظه هديه، كسترات هديه، القمر دي مرايه. ده جريت نضاره، ده جلد بقرة بشعر. ده جريب نضارة لو في نضارة قدامي.
عشان يجيب لكم الطرابير. بيبقى كده بيتعلق في الشنطه. بتمنى الاوردر يعجب العميله، الاوردر يعجبك ويعجبكم انتوا كمان، ويا ريت تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وشير بقى تشجيع بقى كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، وانا بحبكم قوي.